السلام عليكم، صباح الخير، أهلا من جديد. أهلا بالعيالي. فاينل اللوكو، باقي 30 ساعة بالظبط على الامتحان، إن شاء الله خير. في الأيام اللي زي دي كتير مننا وأنا واحد منكم بيسيب التمرين، بيقلل وقت النوم. بيجي على الخروج وبيجي أوي على النوم. يكاد يكون مبوظ نومه خالص، وبيفتكر إن ده بينظم وقته وبيوفر الوقت أكتر للمذاكرة. كل الكلام الغريب ده، مع إن ده أصلا بيجي أكتر على المذاكرة. بنلاقي إن كده كده الوقت اللي احنا الساعتين مثلا اللي المفروض نتمرن فيهم، انت كده كده بتضيعهم، بس بتضيعهم في حاجة تانية. ف الساعتين مثلا الزيادة اللي انت ممكن تنامهم، انت برضو كده كده بتضيعهم، بس بتضيعهم في حاجة تانية. وده كله بيجي على تركيزك أصلا، ويقلل جودة مذاكرتك، ويدمر نفسيتك وي 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 وحاجات احنا متأكدين منها. ولكن برضو كل امتحان وكل زنقة وكل مراكمة بنعمل نفس الحاجة دي. فالمفروض نعمل ايه أصلا؟ ولا المفروض نعمل ايه وما نسيبش الجيم ليه؟ و طب لو مسيبناش الجيم، طب احنا مزنوقين هنعمل ايه؟ هنوفر وقت منين؟ فبتلاقي أصلا إن انت كده كده الوقت اللي انت موفره ده كله بتضيعه في حاجة تانية. وفرت ساعتين مروحتش فيهم الجيم، انت ضيعتهم 3 4 ساعات على التليفون أصلا. ضيعتهم ساعتين انت مش فايق فيهم، ولسه هتقوم تفوق ولسه هتقوم تعمل ومش عارف ايه. الجيم والنوم وده كله أصلا بيزود وبيحسن تركيزك ومذاكرتك، فما ينفعش تسيبه وقت الامتحانات. طيب بنلاقي إن احنا ضيعنا وقت في ايه اللي احنا وفرناه أصلا ده كله؟ هتلاقي ضيعت وقت في التليفون، ضيعت وقت على السرير، انت مش فايق، انت مش شايف قدامك، انت بتحاول تفوق، انت بتحاول تركز، مش عارف ايه. ضيعت وقت ساعتين بتعمل أكل، كل شوية رايح جاي قهوة عشان انت مش فايق. هتلاقي نفسك عامل 3 كوبايات قهوة مثلا في اليوم، ده بالميت كل واحدة قاعد فيها نص ساعة، كل واحدة قاعد جنبها نص ساعة بتسكرول على التليفون. طب المفروض نعمل ايه؟ المفروض نقلل الوقت اللي احنا مش عايزينه. نقلل مثلا الوقت اللي احنا نايمينه على السرير، مش نايمين على السرير ما بنعملش حاجة، لا احنا نايمين ولا احنا صايحين. ف هتلاقي نفسك عايم فايق. قوم أول ما تصحى، قوم على طول اغسل وشك واتوضى. في حديث اللي هو الشيطان عقد لك 3 عقد، بمجرد إنك تقوم في عقدة اتفكت، تتوضى في عقدة اتفكت، تصلي العقدة التالتة اتفكت، فخلاص انت فقت. ونقلل وقت المرقعة اللي في النص. لأ أنا هقوم أعمل كوباية قهوة، على ما تعمل كوباية القهوة هتيجي بقى تتمرقع ومش عارف ايه، واشرب كوباية القهوة الأول وفوق الأول ومش عارف ايه. نقلل وقت التليفون، وأهم حاجة التليفون ده لازم لو تعرف تدشه هو بايظ أهو الحمد لله، مع ذلك للأسف بستخدمه. لو تعرف وقت الامتحانات ده ووقت ما تبقى مزنوق وعايز توفر وقت فعلا، التليفون ده اديه لأي حد بصراحة. اديه لأي حد كده أقوله حلال عليك لغاية بعد الامتحانات. أول ما تيجي تشوفني مخلص اللي ورايا، خلاص ادهوني. لا إله إلا الله. وعندك ايه تاني؟ اه ما فالمفروض نعمل ايه أصلا وقت الامتحانات وعشان نزود تركيزنا ونوفر وقت أكتر؟ نبعد عن التليفون، ننزل نتمرن. لو احنا بنتمرن ننزل نتمرن، ده هيخليك فايق، ده هيخليك مبسوط، ده هيعلي عندك الأدرينالين والدوبامين والسيروتونين وكل الهرمونات الحلوة اللي بتساعد إن أنت تبقى فايق ومركز ومبسوط. وبعد التمرين منجيش نتمرقع بقى ساعتين ولسه هناكل ولسه. خلاص تمرين، تعالى ذاكر عادي، ولا كأن حصل أي حاجة. الأكل هتاكل متقلقش. نقلل وقت المرقعة في الأكل والشرب والكلام ده كله. أنا بهرب بالأكل عشان ما أكدبش، أنا إنسان بيهرب بالأكل. امبارح عامل كيكة، أول امبارح عامل كيكة، باكله ليه؟ عشان مزنوق وبحاول أهرب من
الضغط والتوتر والكلام ده كله، فنقلل الوقت ده كمان. منجيش على النوم، يعني لو انت نمت 4 ساعات فهيبقى في 10 ساعات انت مش فايق فيهم أصلا، وال10 ساعات التانيين انت مش مركز، انت ولا كأنك ذاكرت حاجة، إلا بمشيئة الله يعني إن هو يوفقك ويهديك ومش عارف ايه. بس هيبقى في 10 ساعات تانيين انت مش مركز ومش عارف انت بتعمل ايه ولا كأنك ذاكرت أي حاجة. فمنجيش على وقت النوم، يعني هتنام نام 6 ساعات يا عم واصحى الفجر، يعني أهم حاجة في وقت الامتحانات والكلام ده كله إنك تصحى الفجر بجد. يعني هتلاقي في براح كبير جدا، هتلاقي في وقت فاضي لغاية الضهر مثلا. لو انت أنا امتحاني الجاي الضهر، هتلاقي في لغاية الضهر 6 ساعات، يعني والوقت ده مبارك أصلا، فهتلاقي أكتر من ال6 ساعات دي بكتير يعني. هما 6 ساعات بس هتنجز فيهم كتير أوي. كان في حديث فيما معناه بورك للناس في بكورهم وصبوحهم أو شيء من هذا القبيل، مش فاكر الحديث بالظبط بصراحة، ولكن فالبكور والصبح وقت الفجر ده أصلا تلاقي إن سبحان الله كده أنت حتى لو نايم 3 ساعات بس وقمت الفجر فهتلاقي إنك مركز، هتلاقي إنك فايق. سبحان الله، هي حاجة إلهية كده، هو ربنا مبارك لك في الوقت ده لأنك مركز وأنجزت كتير. فوقت الفجر ده مهم جدا، بعد الفجر، وقت بعد الفجر مهم جدا. ونعمل ايه برضه في الامتحانات عشان نوفر وقتنا؟ إن احنا بنيجي على الحفظ والقرآن، بنيجي على الورد بتاعنا، بنيجي على القيام، بنيجي على ايه تاني، بنيجي على العبادات والحاجات اللي احنا في الطبيعي عادي بنعملها، فبنيجي عليها أوقات الامتحانات وده شيء سيء جدا. فما زاحم القرآن شيئا إلا باركه، أو ما فاهم الفكرة. العبادة والقرآن وده كله لو زحمت حاجة تانية فهي هتباركها وتحسنها، مش هت مش هتعطلك يعني. أنا الشيخ أمجد سمير بيقولك إيه، سيب المذاكرة وقوم خد لك ركعتين، سيب المذاكرة وقوم اقرا ورد القرآن بتاعك. مش فاكر النص بالظبط اللي هو كان بيقوله، بس هو كده يعني. لو انت مزنوق في المذاكرة اقراك وجهين فوق، هترجع مركز وعامل مظبط الدنيا، وربنا هيبارك لك في الوقت بتاعك. بس إن شاء الله ربنا عدنا من فاينل اللوكو ده على خير يعني. بس انتجنا الفيديو الحمد لله، وإن شاء الله هنزل بعد صلاة الجمعة على طول. وبالمناسبة عن النهاردة الجمعة، كتير من الصلاة على النبي وقتكم الصبح طلع، المفروض نذاكر حاليا إن شاء الله خير. فبس في أمان الله، وفي فيديوهين هينزلوا إن شاء الله جاهزين بعد كل امتحان، العملي والنظري. بس في أمان الله.